ثم نقول بعد ذلك وأحسن الظن بالصحابة، وهذا أمر في غاية الأهمية. يمكن الناس عندها أصلا إحسان ظن بالله وإحسان ظن بالنبي صلى الله عليه وسلم، لكن في من يسيء إلى الصحابة كثيرا جدا، وعندهم إحسان ظن بالدين، لكن وين الذي يحسن الظن بالصحابة يا عبد الله؟ والله آلمنا ويؤلمنا كثيرا جدا مما نسمعه يمنة ويسرة. يطعنون في الصحابة، منهم من يطعن في جمهور الصحابة والعياذ بالله، لكن هؤلاء خلهم بعيد، هذا ما نقصدهم ولا نبيهم. هؤلاء رحم الله الإمام النووي أعطانا كلمة تريح القلوب. وش قال؟ قال هؤلاء الذين لا يعتد بهم في الإجماع. الإجماع اللي عندنا في الدين لا يدخل في الإجماع اللي يسبون الصحابة اللي تعرفونهم، لا يدخلون في الإجماع. فدائما كان يكني يقول وقال الذين لا يعتد بهم في الإجماع وفعل الذين لا يعتد بهم في الإجماع. تريح الكلمة هذه. رحمة الله عليك يا الإمام النووي، ريحتنا في وصف نصف به من يطعن في الصحابة. فالصحابة يجب إحسان الظن بهم أيضا. وكيف نحسن الظن بهم؟ نعم، نؤمن إيمانا جازما أنهم رجال. طيب شلون؟ وإحنا شنو؟ إحنا ذكور. جزاك الله خيرا يا شيخ. أبد البشر ذكر وأنثى، شعوب، والشعوب هذه تتكون من الذكر والأنثى.